طبعا كلنا شفنا الفرحه الهستيريه للاعيبي واداري وجماهير النادي الاهلي بعد الفوز طبعا بالسوبر المصري 2025. البطوله طبعا اللي الاهلي خدها بالجهد وبالعرق، مش بمساعده اي حد تاني. كلنا طبعا عارفين الكلام الهجص ده. الفرحه دي بتبين لك مدى المعاناه اللي كان بيعانيها الفريق ده على مدار موسم بحاله. البدايه طبعا زي ما انا كنت بقول لكم بالاحداث بكل حاجه، امشوا معايا واحده واحده. البدايه بخساره السوبر الافريقي قدام الزمالك، بعد كده الانسحاب قدام الزمالك في الدوري، بعد كده غرامه 200,000، بعد كده خصم 6 بونت طبعا، وبعد اللائحه سايحه بقى 3 بونت، بعد كده تزايل مجموعته في كاس الرابطه في مصر، بعد كده الخروج المهين في استاد القاهره قدام سان داونز 2025 بطوله دوري ابطال افريقيا، بعد كده تزايل مجموعته في كاس العالم للادويه، وطبعا حسسنا اللي هو عمل حاجه ما حدش عملها وكان فخر للمصريين، والاعلام طلع يطبل وطلع يحسسنا ان احنا كنا بنتفرج على بطوله تانية. امال الهلال السعودي ده يعمل ايه؟ اللي عمل طبعا الحاجات اللي كنا شايفينها دي مش قصتنا دلوقتي. بعد كده الهزيمه قدام بيراميدز 2-0 طبعا بعد ما مسح بيهم الارض، بعد كده سلسله التعادلات اللي في الدوري باختلاف المدربين. فكان لازم اتحاد الكوره كالعاده هيعمل ايه؟ لازم يروح يجيب لك حكم تركي موقوف في بلده اساسا، ما بيحكمش في بلده، حكم تركي بيتضرب عادي في الملعب، حكم تركي اترفض في السعوديه عشان معروف هو ايه، حكم تركي تغاضى عن ضربه جزاء للزمالك. مش عايزين نخش في التفاصيل دي بس دي كلها، بس انا ببين لكم دلوقتي ايه السبب بتاع الفرحه الهستيريه، الفرحه الجنونيه لجماهير محو الاميه حاليا في الشوارع والمقاهي وفي كل حته، كانهم عملوا حاجه ما حدش عملها. امال بقى بيراميدز اللي واخد السوبر الافريقي اللي ما فيش حد في البرامج اتكلم عليهم ولا عمل اي حاجه، بس احنا طبعا عارفين اي بطوله الاهلي بياخدها لازم نلمعها ولازم نصبر جماهير محو الاميه بيها ويحسسوهم انهم ما فيش زيهم. لكن بيراميدز اللي مكسر الدنيا واخد طبعا كاس ال 60,000 محيط وال 30,000 قاره والكلام ما حدش اتكلم عليهم، اللي واخد السوبر الافريقي ما حدش حكى معاه. لكن دلوقتي كل البرامج هتحتفل وهتحسسنا ان الاهلي عمل كل حاجه، لانه طبعا الاهلي كسب بمجهوده. البطوله الوحيده اللي ما فيهاش مشاكل، البطوله الوحيده اللي ما فيهاش مشاكل ومشيت عادي بطوله كاس مصر اللي الزمالك كسب فيها بيراميدز بطل افريقيا. ليه بقى؟ عشان الاهلي مش في البطوله، عشان الاهلي انسحب من اللي قبلها، فتعاقب في البطوله دي ان هو ما يكونش موجود. ده ما يفهمكش اي حاجه خالص ايها الحلبسه.